في الفيديو ده هعرفك خطوه بخطوه ازاي تقدر توصل من 5 ل 10000 دولار في الشهر من وانت لسه ما عندكش خبره في اي حاجه. اول خطوه ان انت تشوف سيرفيس او مهاره تفريلانس فيها، سواء الحاجه دي هي الاديتنج، سواء الحاجه دي هي الجرافيك ديزاين، او حتى انك انت تعمل ويب سايتس، لان في اوبشنز دلوقتي انك انت تقدر تعملها من غير اي كودنج. المهارات دي سهله قوي انك انت توصل فيها لمستوى كويس في وقت قليل لو انت فعلا اجتهدت واشتغلت على نفسك جامد. وانا بقول لك ده عن تجربه عمليه، ان في ناس اشتغلت معاهم بداوا معايا من الصفر او يعني بعد الصفر بحاجه صغيره، وكان وقتها مستواهم قليل جدا وضعيف جدا، بس في ظرف كام شهر قدروا يوصلوا ان هم بقوا من احسن الناس في السوق في الحاجه دي. تاني خطوه ان انت تعمل كونتنت على السوشيال ميديا وانت بتتعلم الحاجه دي. شارك مع الناس التجربه بتاعتك والرحله بتاعتك وانت بتحاول تكون واحد من احسن الاديتورز اللي في الميدل ايست في خلال 25. الناس بتحب قوي ان هي تشارك الرحله بتاعتك، وفي نفس الوقت تشوف انت هتقدر توصل للحاجه دي ولا لا، وبتحب تشوف النمو التقدم بتاعك يوم بعد يوم، وده ليه اكتر من ميزه. اول حاجه ان هو بيشجعك ان انت تشتغل على نفسك جامد قوي عشان تكون واحد من احسن الناس في المجال بتاعك في اقل وقت. تاني حاجه بتكون قصاد الناس حقيقي جدا في زمن غالبيه الناس اللي موجودين فيها على السوشيال ميديا هم ناس فيك. تالت حاجه الناس دي بتكون بعد كده بوتنشال كلاينتس ممكن يشتغلوا معاك. وهنا هتحتاج تقسم الكونتنت بتاعك لثلاث انواع. اول نوع هو كونتنت جينيريك او كونتنت عام مناسب لغالبيه الناس، حتى الناس اللي مش مهتمه بالمجال اللي انت بتتكلم فيه. فلو انت اديتور مثلا، حاول تعمل تريلر لفيلم الناس كلها عارفاه زي افلام عادل امام مثلا او فيلم اجنبي. لو انت جرافيك ديزاينر، حاول تعمل ثامبنيل لفيلم قديم مثلا بستايل مستر بيست او ستايل الدحيح. الهدف من النوع ده من الكونتنت ان هو بيجيب لك اكبر عدد من الناس تتفرج عليك، حتى لو هو مش انترستد بالايديتنج سكيلز، بس انت بتعرف اكبر عدد من الناس ان انت كويس في الحته دي بطريقه مش مباشره، بطريقه ذكيه وممتعه. تاني نوع هو كونتنت سبيسيفيك. انت هنا بتشارك خبرتك او بتشارك الحاجات اللي انت اتعلمتها مع الناس اللي هي كمان بتحاول توصل لمستوى كويس في السيرفيس اللي انت بتقدمها، فانت بتشارك معاهم الريسورسز اللي انت وصلت لها، ايه احسن ويب سايت لكذا، وده فولدر انا مجمع لك فيه الاسيتس الفلانيه، ودي تشانلز انا بتعلم منها، وده بلاي ليست يقدر يعلمك كل اللي انت محتاجه فروم زيرو تو هيرو، وده انت هتحتاجه جدا في الستيب الرابعه وهتفهم ليه لما نوصل لها. ثالث نوع من انواع الكونتنت هو الشو كيسنج او عرض الشغل بتاعك. ابدا في الاول انك انت تعمل باشن بروجكتس عشان تبين الليفل اللي انت وصلت له. خد راي الناس وشوف رايهم ايه في الكومنتات، ومين عنده تعقيب. ممكن تلاقي حد سابقك في المجال ده فيقول لك والله انت ناقصك كذا، ودي قناه لشخص بيعلم الحاجه دي، او انت محتاج بلاج انز وده ويب سايت مشهور جدا لده، او انت محتاج مش عارف ايه. او تبدا بعض الناس تشوف المستوى اللي انت فيه ده اوريدي مستوى كويس، ممكن يفكروا ان هم يقولوا لك احنا عاوزين نشتغل معاك. هنا انت بتركز في الشو كيسنج انك تعمل حاجات فعلا عليها الطلب في السوق، يعني مش اي مونتاج وخلاص، لا انت بتعمل مونتاج للريلز عشان انت عارف ان دي اكتر حاجه عليها طلب في السوق. مش اي ثامب وخلاص، انت ممكن تعمل ثامب نيل لانستجرام، ممكن تعملها للتيك توك، بس انت عاوز تركز على الثامب نيلز بتاعت يوتيوب عشان دي اكتر حاجه عليها الطلب بتدفع فيها فلوس. نفس الكلام لو انت بتعمل سكريبتس، شوف حد من الناس اللي انت بتحب تتفرج عليه، انا ابراهيم دحيح اي حد، وابدا انك انت تعمل سكريبت بالستايل بتاعه. هنا دي اول خطوه بتبدا ان هي تجيب لك شغل، او بتبدا تخلي الناس تفكر فيك ان هو ممكن يشتغل معاك. بعد كام شهر من ده لما فعلا مستواك يكون كويس وتلاقي الفيدباك بتاع الناس على الشو كيسنج او الشغل بتاعك كويس، وبقت غالبيه الناس تمدح فيه بدل ما كان قبل كده جزء كتير بينتقده او شايف ان هو لسه ما وصلش لمستوى كويس او بيعدل عليه، هنا انت وصلت لمرحله كويسه قوي تقدر انك انت تبيع السيرفيس بتاعك. ستيج 1 هي الطريقه التقليديه بتاعه السيلز، ان انت تبعت لاشخاص انت شايف ان انت ممكن تاد فاليو ليهم مسج او دي ام على الانستجرام او على اي سوشيال ميديا بلاتفورم ثانيه، تقول له انا ممكن اساعدك 1 2 3 بطريقه شيك، وتوري له الشغل بتاعك. حاول طبعا في الاول انك انت تبيع له ده بفلوس، ما وافقش ابدا معاه اول حاجه اول حاجتين ببلاش لحد ما توري له المستوى بتاعك وتاخد منه تستيمونيال، عشان ده هيهمنا جدا في ستيج 2. طريقه ثانيه انت ممكن توصل بيها للكلاينتس هي الجروبس اللي موجوده على الفيسبوك اللي بيكون مجمعين فيها ناس بتعمل الحاجه بتاعتك. بتلاقي على الجروبس دي ناس كتير جدا بتسال على السيرفيس بتاعتك، فلما بتلاقي حد بيسال حاجه زي كده بتحط البورتفوليو بتاعك في الكومنتس، او بتخش برضه تحاول تبعت للشخص ده دي ام تقول له انا بقدر اعمل كذا وكذا وده المستوى بتاعي. اول كام كلاينت دول انت ما بتفكرش في المكسب من وراهم قد ما انت بتفكر في حاجتين مهمين جدا. اول حاجه ان انت تستغل الحاجات دي انك تنزلها على السوشيال ميديا وتبين ان انت مش بس موضوع محاولات منك، لا ده انت اوريدي في كلاينتس بيشتغلوا معاك وشايفين ان انت شغلك كويس، محدش هيجي يقول ان انا اشتغلت معاك ببلاش اكيد، فهيبان ان انت اوريدي عليك طلب وبتشتغل. تاني حاجه التستيمونيالز بتاعت الناس دي، ان هم يبداوا يقولوا كلمتين حلوين كده في حقك وفي الشغل بتاعك وقد ايه الاكسبيرينس بتاعتك كويسه وهكذا، لان ده بينفعك جدا بعد كده انك انت تنزله على السوشيال ميديا بتاعتك كونتنت اللي هو النوع الثالث اللي هو الشو كيسنج، ويبدا ان هو يجيب لك كلاينتس اكتر واكتر.
واحده واحده تبدا انك انت بطريقتك الكويسه وان انت على طول بتحاول تقدم للكلاينت ده احسن اوتبوت وتقدم له احسن ريزلتس، بيزيد الشغل عليك. اللي بيشتغل معاك ما بيسيبكش، لا ده بالعكس بيزود شغله معاك او بيجيب لك ريكومنديشنز من ناس صحابه يشتغلوا معاك، وناس كتير بتشتغل لحد ما انت توصل للفول كاباسيتي بتاعتك. فلما بتقرب على الفول كاباسيتي بتبدا انك انت ترفع الريت بتاعك، لان انت وقتها مش تقدر تاخد الناس دي كلها. تعال نقول ان انت وصلت الليفل ان انت بتبيع الاديت بتاع ريل الواحد ب $50، وانت وصلت لمرحله ان انت خلاص الشهر بتاعك كله مليان ومش قادر تستوعب كلاينتس تانيين، بتبدا انك انت ترفع الريتس بتاعتك، فتطلع مثلا من $50 في الريل ل $60 او $70. حتى لو عدد الكلاينتس قل مثلا بنسبه 10% 20%، انت زودت الريت بتاعك 50%، فبتلاقي ان المحصله في الاخر انك انت دخل لك رقم اكبر، لحد ما توصل لمرحله ان السوق مبقاش مستحمل الارقام بتاعتك. فهنا هتخش على الستيج الرابعه وهي السكيلينج. في الستيج دي انت الشغل مش هيكون معتمد على شخصك انت هتتحول لايجنسي بدل ما انت شغال فريلانسر بطولك. وهنا هتيجي اهميه الكونتنت تايب التاني، اللي هو انت بتشارك مع الناس اللي في المجال بتاعك الخبرات بتاعتك وبتديهم الاسيتس والريسورس بتاعتك، لان انت في الوقت ده انت محتاج ناس تخش تساعدك في الحاجه اللي انت بتعملها، وانت وصلت تقريبا لاعلى ريت في السوق في الشغلانه دي. فبتبدا ان انت تنزل ان انت عاوز حد يشتغل معاك، وبتاخد الناس دي يشتغلوا معاك وبتاخد منهم ريت احسن من الريت اللي انت بتبيع بيه. فرضا انت وصلت ان انت بقيت تبيع الريل ب $80، الناس دي ممكن يكون المستوى بتاعهم قرب المستوى بتاعك وبيعملوا الريل ب $10 ب $20، فانت تاخد شخص او شخصين من دول بحيث ان انت تقدر تقدم سيرفيسز لعدد اكبر من الناس وبسعر برضه كويس، لان انت عمرك ما هتكسر ال $10,000 في الشهر طول ما انت شغال بطولك. عشان توصل ل 20 و30,000 و100,000$ لازم يكون معاك تيم، مستحيل تعمل ده لوحدك، لان انت كده كده ليك كاباسيتي معينه عمرك ما هتزيد عنها، وفي نفس الوقت الخدمه اللي انت بتقدمها ليها سعر في السوق عمرها ما هتعلى عنه. خلاص هي وصلت مرحله ان ده اعلى سعر للريل في السوق. يعني مثلا اعلى سعر ريلز في السوق كمثال $100، فانت عشان خاطر تعمل فلوس اكتر مش منطقي ان انت تبيع ريل ب $200 لان مفيش حد هيشتغل معاك. بالعكس انت ابدا بقى اعمل تيم، التيم ده يكون بيعمل الريل باقل $100، ممكن يكون بيعمل الريل ده ب $20 $30، وهات له الريلز اللي ب 100 وبيعها له ب 30، هو يكون مرضي ومبسوط وحاسس ان انا ايه الراجل المحترم ده اللي بيجيب لنا شغل، وانت مرضي ومبسوط والكلاينتس بتاعتك مرضيين ومبسوطين، كلنا 100 100 وين 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 سيتويشن، كله مبسوط. فدول من الاخر الاربعه ستيجز اللي انت تقدر بيهم توصل انك تعمل من $5,000 ل $10,000 في الشهر بعد سنه من الشغل والجد والاجتهاد. طبعا في كل ليفل من دول في تفاصيل كتيره انت محتاج تعرفها وانت ماشي في الطريق، فهتحتاج انك انت تتعلمها اول باول، او ان انت تختصر على نفسك الطريق ده وتاخد الخلاصه بتاعه حد مشي الطريق ده كله وعارف كل تفاصيله وكل حاجه صغيره وكبيره فيه، ويقول لك بالظبط انت تعمل ايه خطوه بخطوه ويديك كل الريسورسز اللي انت محتاجها. فهنا يجي دورنا. احنا بقالنا اكتر من 8 شهور بنجهز للكورس ده عشان يكون خريطه كامله لاي شخص عايز يبدا صح او يكمل صح، وسميناه معادله البراند المربح. كورس فيه كل حاجه بالتفصيل، بيعرفك ازاي تكتشف التخصص او المجال بتاعك اللي يخليك مميز، وازاي تبني سيستم يخليك ما تعتمدش خالص على الترندات، وازاي تعمل محتوى يخلي العملاء هم اللي يجروا وراك، وازاي يكون ليك اكتر من مصدر للدخل من السوشيال ميديا، لحد ما توصل ان انت تبني براند حقيقي ويبقى ليك اسم في السوق. ده مش مجرد كورس، دي خريطه كامله لاي حد عاوز يغير حياته، واللينك هتلاقيه موجود في البايو تحت فيه كل التفاصيل اللي انت محتاجها. صدقني اكتر حاجه انت ممكن تندم عليها انك تكتشف ان في ناس تانية داست على اللينك ده وبعد كام شهر بقوا في حته تانية خالص. فنصيحه ما تترددش. انا كريم حنفي، سلام.